السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن نظام من أهم أساسيات الرعاية في عنابر الدواجن، وهو نظام التهوية اللي يعتبر من أهم أساسيات نجاح أي دورة للدواجن. حد ممكن يسأل، هي التهوية أهميتها إيه للدواجن بالظبط؟ التهوية بتساعد على دخول الأكسجين للعنبر، وبتطرد الغازات الضارة زي ثاني أكسيد الكربون والأمونيا، وكمان بتوزع الحرارة في العنبر عشان ما يبقاش فيه أي حرارة زايدة. للأسف بعض المربيين بيعملوا تكتيم في العنبر عشان يوصلوا لدرجة الحرارة المناسبة، وده طبعا بيزود من رطوبة الفرشة اللي بيعرض الدواجن للأمراض ومخاطر زيادة الأمونيا. طب أنا إزاي كمربي أعرف إن في سوء تهوية أو كتمة في مكان التربية بتاعي؟ بنلاحظ الآتي: تجمع الدواجن عند الحوائط، وريحة الأمونيا الكريهة في المكان، وأصوات تنفسية بتشبه الصراخ مع لهاس، وانخفاض سحب العلف، وتفاوت الأوزان وتأخر في زيادة الوزن، ورطوبة الفرشة، وشبورة خفيفة في العنبر. وده طبعا بيترتب عليه مخاطر كتيرة، منها ضعف التحويل وصعوبة التنفس وانخفاض المناعة والضعف العام مع قلة الحيوية، وأمراض كتير زي الإصابة بالكوليستريديا والإيكولاي والاستسقاء والتهاب الشعب الهوائية والميكوبلازما. وعشان كده لازم نهتم بالتهوية كويس مع باقي نظم الرعاية والتغذية عشان نحصل في النهاية على دورة تربية ناجحة. وشكرا لكم. كانت معاكم المهندسة منار علي من فريق الدعم الفني لشركة المتحدون الدوليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.